ازاي تشتغل مندوب حر؟ بعد الفيديو اللي فات اللي عملته اللي اتكلمت فيه عن شغلانه ممكن تشتغلها وانت بتدرس او ايا كان سنك من غير مكن ولا عجل، وممكن تشتغل كمان مواصلات، كتير منكم كانوا مهتمين يعرفوها. والشغلانه ديت هنتكلم عنها النهارده، وهي ان انت تشتغل مندوب حر دفع مقدم. ازاي يا بنشتغل الشغلانه ديت وازاي اخد اول اوردر ليا؟ تابع الفيديو للنهايه. مبدئيا انت ممكن تشتغل مندوب حر سواء بعجله او بمكنه او حتى مواصلات. ممكن تشتغل بباوتش زي دوت او حتى شنطه ظهر زي ديت. ممكن تشتغل في الوقت اللي انت بتحبه وبتتعامل مع الزبون على طول من غير وسطه ومن غير ما يكون في حد ليه نسبه في الموضوع. وتعالوا النهارده اوريكم ازاي تتواصل مع العميل وتاخد اول اوردر ليك بشكل مباشر. وهتفتح الفيسبوك. في البحث هتبحث عن اي جروب بتاع مندوبين شحن وتوصيل، سواء بقى مندوب ويظهر لك جروبات المناديب، سواء شحن، وتبحث تخش على جروب المناديب برضو حسب التابع لمحافظتك. فاحنا هنخش مثلا على الجروب بتاع اسكندريه، في حوالي 83 الف عضو. تمام. هتبدا تنزل تحت، هتلاقي بقى ناس مثلا حد بيدور على مندوب من ابراهيميه للمقطم دوت شحن محافظات، حد تاني مثلا نازل من المطار الفركي فده خط سيره فهو عايز حد يمشي في السكه ديت، حد تالت مثلا مندوب شغال مواصلات. تمام. فبيقول بيعرض مشكله او ايا كان، كل دوت هتلاقيه على الجروبات. تشوف الانسب ليك. مثلا في اوردر شبه دوت، عايز اوصل اوردر من ابو يوسف لبكوس، شحن 50 جنيه، اوردر خفيف، المهم يوصل قبل 5. تمام. فمثلا الاوردر دوت حلو وعلى سكتنا، فنخش نكتب تفاصيل. والبيانات اللي انت بتاخدها هم ثلاث حاجات. اول حاجه مكان الاستلام بتاع العميل بالظبط، يعني متعرفش بس مكانه منطقه، لا، المكان، الشارع والدور والشقه واسمه عشان تقولوا للبواب لو في اسانسير والحاجات دي كلها. الدفع المقدم هيبقى كام، يعني تدفع تمن الاوردر دوت كام عشان تتاكد ان هو معاك المبلغ. ومكان العميل اللي هيستلم منك الاوردر. بعد ما هتوصل مكان الاستلام وتخبط على الباب، هتاخد خطوه ورا احتراما لخصوصيه البيت، تاخد الاوردر بتاعك تبص فيه تتاكد ان هو يساوي المبلغ اللي هيدفع، ثم بعد ذلك تدفع ثمنه وتروح تسلمه. بس وبعد كده هتوصل الاوردر للعميل اللي هيستلم وتاخد فلوسك. وما تنساش ان دايما المعامله مع العميل سواء اللي هيستلم او اللي انت هتستلم منه تبقى بحاضر ونعم وحضرتك وتحت امرك، لان الكلمه الطيبه اللي هتخليك تثبت في عقل الناس ويحبوك وبعد كده يطلبوك بالاسم ويوزعوا رقم تليفونك على بعضيهم، فتلاقي شغل بيجيلك من حيث لا تعلم بسبب لسانك الحلو. بس فربنا يرزق كل شاب بيجتهد وبيحاول يسعى لاكل عيشه. وما تنساش عزيزي المشاهد، لو حاسس ان الفيديو دوت فادك وحاسس ان انت استفدت بجد، تحط لايوكا لاخوك وتحط كومنت فيه دعوة حلوة وتعمل شير مع غيرك عشان الدال على الخير كفاعله، وربنا يجعلنا دايما سبب في نشر الخير.